لمحات من كلمة مع إسلام مكرم. طيب في الفترة اللي فاتت شفنا برضو عدد من حملات الترميم للمعالم الأثرية من قبل الدولة زي قصر البارون وقصر المنتزه. ايه رأي حضرتك في النوع ده من الحملات؟ والله هي الحملات دي جميلة جدا، ولكن هل هي كافية؟ لا، هي طبعا مش كافية. احنا مع الأسف أنا بعذر الدولة إن احنا ما بين المطرقة والسندان. يعني احنا ما بين إن احنا عايزين يعني عندنا ميزانية، الميزانية دي تروح للترميم ولا تروح للاكتشافات الجديدة. هما الاثنين مهمين جدا جدا، بس أنا أفضل طبعا الترميم، لأن عبال ما أعمل اكتشاف جديد، والاكتشاف الجديد بيزود لي معلومات، بيصحح لي النظريات اللي موجودة عندي اللي ممكن يكون فيها أخطاء، بيسد الفجوات اللي عندنا في معلوماتنا، لأن في ساعات بتبقى قصة إحنا جزء منها واقع. الاكتشافات الجديدة هتكمل لنا المعلومات اللي ناقصة. لكن وأنا بكتشف ممكن يكون الحاجات اللي عندي انهارت، ودي مش هعرف أعوضها. فهو أنا أفضل إن إحنا طبعا ندي بريوريتي للترميم، لأن عندنا كنوز ملهاش مثيل. أنت عندك حاجات مر عليها آلاف السنين، محدش عنده كده. مفيش دولة تانية في العالم عندها آثار بهذه الدرجة من الحفظ. يعني مثلا في فرنسا لجرود دو لاسكو، منطقة كده في فرنسا فيها كهوف من الألفية ال15 قبل الميلاد، لكن ما هياش بجمال ولا بدرجة الحفظ اللي موجودة عندنا في مصر. احنا عندنا في مصر حاجات يمكن تكون أحدث من كده، لكنها أقوى بكتير جدا، وحالة الحفظ اللي فيها حالة نادرة تماما. فلازم نحاول بقدر الإمكان إن احنا نحافظ عليه. تمام. طيب هل ترميم معلم أثري جديد يكون في صالح المعلم ده، ولا ممكن يفقدوا قيمته التراثية والتاريخية؟ الله عليكي والله يا مريم، ده سؤال جميل جدا. انا ما اعرفش ده السؤال ده منك انت ولا حد قايله لك؟ لا، احنا في فريق اعداد في فريق اعداد. يعني بلغيهم تحياتي. بصي، هو الترميم له اصول. انا ما ينفعش اجي الاقي مثلا معبد، هو مع الاسف في معابد اترممت وحش وانا غير راضي عن ترميمها، وناس كتير قوي من المتخصصين قالوا ان ترميمها كان سيء للغايه. ما ينفعش ان انا اجي الاقي مثلا سقف واقع اروح ابني سقف مكانه، لا ما ينفعش. انا لازم احاول احافظ على الاقل 80% من العنصر الاصلي، واكمل ب 10% 15% ماكسيموم 20%، مش اكتر من كده. لكن اعمل النص والنص خلاص الموضوع فقد قيمته. وانا ممكن اخد النقوش اللي موجوده على الجداريه وترجمها واحللها واعرف منها المعلومه واسيبها بعد كده تنهار. لا، ما ينفعش. انا خدت النقوش دي وترجمتها وحللتها وعرفت المعلومات اللي انا عايزها، لكن عايز احتفظ بيها بقى. فاحافظ بيها قيمتها هنا في قيمه العمر، في قيمه الزمن، ان قيمه الحاجه دي بعد ما خدت منها المعلومه ان دي بقى لها 3000 سنه. ما اقدرش اجي النهارده واروح مرممها باحجار او بطوب او باسمنت او بحاجات زي كده من اللي هي الحاجات الحديثه، تبقى فقدت قيمتها ويبقى ملهاش اي قيمه. هي عظمتها انها اجتازت القرون واجتازت الالفيات ووصلت لينا. فلازم نحاول نوازن بين الاثنين. يعني الترميم لازم يكون له اصول. عندنا معابد كتير قوي كانت ملونه راح اغلب الوانها. هل اجيب بقى انا جردل دوكو وجردل بويا من عند نيوتن وادهنها وارجع لها الالوان؟ لا طبعا. واجيب واحد نقاش؟ لا، ده لازم فنان واثري ومرمم. يعني كليه الاثار فيها قسم ترميم وفي بعثات، والقسم الترميم ده عاده بيتعلموا من البعثات الاجنبيه. في ناس عامله دكتوراهات في الحاجات دي، واللي بيرمم مش واحد ولا اتنين، ده بتبقى لجنه كبيره. لازم واحد يكون بيفهم كيمياء، واحد بيفهم اثار، واحد بيفهم عماره، واحد فنان، واحد بيفهم تاريخ. لازم تبقى لجنه كامله عشان ارمم صح. مش الشطاره ان انا اخلي المعبد يرجع يقف تاني زي ما كان واقف زمان، لا، لازم احافظ على قيمته الاثريه وقيمه الزمن اللي هو تخطاه لحد ما وصل لنا. حضرتك مريم ثانية بس، هو حضرتك قلت ان في حاجات اترممت، حضرتك ممكن ما تبقاش لو حاسس ان ترميمها كان صح، ممكن مثلا تقول لنا زي ايه مثلا اترمم؟ ممكن معبد الدير البحري بتاع حتشبسوت، انا لو مسكت بكره وزير ههده خالص، بوظوه. واللي عمل كده كانت بعثه هولنديه، بنوا اغلب، يعني رجعوا المعبد زي ما كان،
باحجار اغلبها جديده لانك، واصبح شكله يعني بصراحه انا بالنسبه لي كواحد عندي حس اثري. يعني انا برضو غير اي مواطن عادي، المواطن العادي اللي هو السايح العادي او المواطن المصري العادي، عينه مش متعوده زيي على الجمال بتاع الحضاره المصريه القديمه والجمال بتاع النقوشات والحفريات اللي عملوها المصريين القدماء. لما باجي اشوف ده واجي اقارنه بالحاجات القديمه الاصليه بلاقي الفرق شاسع. وفي حاجات تانية كتير يعني، بس ده اكتر واحد يعني ضخم، وكانت الخطأ اللي اتعمل فيه كان كبير يعني. فين دور الدولة كده ان هي تسمح بالنوع ده يعني؟ ما هو هقول لك على حاجة، هو الدولة طبعا في قرارات بتبقى سياسية سيادية. الدولة مش كل الناس اللي في مع الأسف يعني في مثقفين كتير قوي يفرح بأن أنا أجي أقدم له مشروع أقول له بص أنا هرجع لك المعبد زي ما كان، يقوم يفرح ويعتبر نفسه أن هو عمل إنجاز. بس هو في الواقع ده مش شيء صح. أنا أخلي المعبد زي ما هو حتى لو مكسر بس أحافظ عليه. يعني أنا بالنسبة لي أن أنا أعالجه بحيث حالة التدهور ما تزيدش، لكن ابنيه من اول وجديد لا غلط. حتى لو سبته مكسر بس احافظ عليه انه ما يتكسرش زياده، انه ما يقعش زياده. يعني في عمود مايل اقوم اعدله، ناقص منه طوبتين 3 اروح مكمل الطوبتين ال3 دول، بس ما كملش العمود، ما اعملش نص العمود. الحائط نفس الحكايه، احمي اللي موجود من انه يتدهور، من ان حالته تتدهور، لكن اعيد بناؤه طبعا ده قرار خطأ. فالدوله طبعا الناس بيبقى في حسن نيه، هو لقى المشروع هو حسبه بالورقه والقلم، انا هدفع كام، هتخلصوا لي في قد ايه، نسبه اكتمال المعبد هتكون قد ايه، لقى الارقام عاليه فخد القرار. لكن فاتوا الناحيه الجماليه والناحيه الفنيه وقيمه الزمن اللي عدى على هذا الاصل، لان غالبا اللي بياخدوا هذه القرارات مش دايما بيكونوا اثريين. تمام. طيب السؤال الجاي يمكن احنا جاوبنا على جزء كبير من اجابته، بس هسأله ممكن نضيف اجابة ثانية. يعني من وجهة نظر حضرتك شايف ايه هي انسب آلية لتجديد المعالم الأثرية؟ بمعنى هل انسب نجدد المعالم الأكثر تلفا، ولا المعالم اللي تجديدها مش هيأثر على قيمتها التاريخية، ولا المعالم اللي تجديدها ممكن نضيف ليها ويخليها تستعيد رونقها وجمالها؟ يعني حضرتك شايف انهي الأولى أنا شايف الاثنين بصراحة. يعني هو السؤال ده صعب قوي، ما ينفعش اختار. يعني مثلا زي ما يكون مثلا انت عندك اختين فهقول لك انت عايزة دي ولا دي، لا هو ما ينفعش خالص، هو لازم الاثنين. هو احنا ربنا حبانا بثروه كبيره، انا عارف انه طبعا ده عبء جامد على الدوله، لكن في نفس الوقت السياحه والاثار بتدخل لنا فوائد معنويه عاليه جدا وبتدخل لنا فلوس بالعبيط، فنقدر احنا قادرين. بس ان هو مع الاسف السياحه جزء من الدخل القومي لمصر، فجزء كبير قوي من فلوس السياحه بيروح لرغيف العيش، بيروح للدعم بتاع الكهرباء بتاع الميه لكن الفلوس اللي هي لو دخل السياحه اتخصص للسياحه هيكون في طفره طبعا تانية، بس ظروفنا الاقتصاديه لا تسمح بذلك. لكن عشان اختصر يعني اجابتي على سؤالك مفيش اختيار، لازم الاثنين. تمام. طيب هل في معلم اثري ليه أهمية تاريخية وتراثية ولكن رغم كده مش واخد حقه أو مش واخد اهتمام كده؟ برضو هقول لك مش واخد اهتمام كافي من الناس، تقصدي المسؤولين ولا الجمهور يعني؟ أنا قصدي يمكن الجمهور أكتر. لا هو الجمهور مع الأسف مش مهتم بحاجة. يعني هو الجمهور يعني انت لما بتيجي تشوفي مثلا الاعلام وانتوا خريجي اعلام ودي حاجه انا يهمني ان انا اوصلها لكم وعايزكم تهتموا بيها، انا عمري ما شفت في الاعلام مسلسل او فيلم او اي انتاج تاريخي. هو لما هتلاقي يقول لك ده مسلسل تاريخي، هو مش تاريخي، هو بيبقى ديني. يعني تلاقي هو بيتكلم على الاديان والانبياء وي 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 وي، لكن مسلسل تاريخي بيحكي تاريخ مصر لا، هو دايما يدخل لك التاريخ كده حوالين الدين، ويبقى الهدف هو تاريخ الدين والاسلام دخل مصر ازاي او المسيحيه دخلت مصر او الكلام ده، لكن الحضاره كحضاره ما حدش في الاعلام اهتم بيها. لذلك المواطن المصري والجمهور ما هوش فاهم. وبعدين الجمهور المصري بيعتبر ان الاثر ده انا احافظ عليه علشان اجيب سواح يجيبوا لي فلوس، ده مش صح.
انا بحافظ عليه لان هو ده الشرف والعرض، لان هو ده تاريخي، لان هو ده هويتي، لان هو ده اصلي. احنا اصلنا جاي من هنا، لازم نحافظ عليه. علشان زي ما انتي تكوني مثلا جدك سايب لك بيت، فالبيت اثري احنا بنعتز بيه مش عايزين نفرط فيه. زي ما الفلاح جده سايب له ارض، فالارض دي هي عرضه، هو مش عايز يفرط فيها. هو حضارتنا وتاريخنا ما ينفعش ان احنا نفرط فيها عشان نفسنا، مش عشان اجيب سياحه وتدخلي فلوس. يعني انا من كام سنه كنت معترض اعتراض شديد على حكايه ان وزاره السياحه ووزاره الاثار يبقوا حاجه واحده. لا، ما لهمش دعوه، ما لهمش دعوه خالص. يعني علاقه السياحه بالاثار انا شخصيا شايف ان مفيش علاقه. هو السياحه، ما في سياحه شاطئيه، ما في سياحه علاجيه، ما في سياحه الحوافز، ما في سواح بيجوا يتفرجوا على الفن، على القوة الناعمة بتاعت مصر، بيجوا يحضروا المسرحيات بتاعت مصر. والعرب بيجوا مثلا في مصر يروحوا يحضروا ملاهي ويتفرجوا على حاجات فنية ومسرحيات وعادل إمام وسمير غانم الله يرحمه هي دي برضو سياحة. الآثار حاجة تانية. الآثار علم، مش الهدف منه أبدا إن أنا أدخل فلوس. أنا بعتبر الآثار ده المجال اللي أنا المفروض أصرف عليه، مش أنتظر منه دخل. اعمل متابعة ولايك وشير، واعمل انفايت لكل أصحابك. كيميت أصل كل شيء.